الازعاج، غايه في الازعاج. شايفين حضراتكم صور اطفال بيبيز في حضانات محطوطين كانه لا مؤاخذه بتحط يعني مخلفات زباله. انا شخصيا مش لاقي اي تعليق على ده. مين ده؟ دي موجود في مستشفى الشاطبي في اسكندريه. مين اللي يعني يجي له قلب اساسا انه يرمي الاطفال بالشكل ده؟ ازاي هيعرفهم بعدين يحطهم من بعضهم؟ ازاي ممكن واحد فيهم عنده مثلا مرض معين ممكن ينقله الى اخرين؟ الاطفال في ده محطوطين في حضانات علشان يعني بقدر الامكان حمايتهم من الهواء، من اي ميكروب، او حاططهم كلهم على بعضهم. يعني اللي عنده واحد فيهم عنده ميكروب صغير هنقله للباقيين. لا شيء انا مش لاقي كلام اعلق بيه على صور دي، على صور زي دي. واداره مستشفى الشاطبي في اسكندريه، انا بقول لهم على الهواء انتوا في مشكله، انتوا في مشكله قدام الراي العام المصري، بدءا باي لها بيبي من الموجود في الحضانات الموجوده دلوقتي. انتوا المسؤولين عن ده. وانا شخصيا اعتقد ان انا هتكلم بلسان كل مصري وكل انسان في اي مكان في العالم، انه لو ما اتفتحش تحقيق جاد على المسؤول على يعني كارثه زي دي، يبقى عليه السلام في حاجات كتير قوي في البلد.